ده مطعم طبعا عليه ضرب نار هنا في ماليزيا. ماشي، في طابور محترم اهوت، ومكتوب تشاينيز بيف روتي، وطبعا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، وسألت قالوا حلال. شايفين حاجة معجنات بيحطوا جواها لحمة، بس معرفش بقى هيشوها ولا هيحمروها. وطبعا هنا من اللي شفته الطابور مقدس محترم. تمام. وبرضه اللي لاحظتها لما تشتري حاجة 4 رينجت مثلا و90 سنت بيديك ال10 سنت. دي لاحظتها في كل الأماكن اللي اتعاملت معاها لغاية دلوقتي. عندهم فكة صغيرة 5 سنت و10 سنت ومش عارف و20 والكلام ده. أول ما جيت توقعت عادي يعني 4 رينجت و60 سنت 5، لقيته بيرد لي الباقي، ولقيت ده حاصل على طول يعني. طيب شفتوا ان هما بقى بيحطوا الحاجات دي في مش عارف ايه بقى، غالبا بيتحمر على حاجة خفيفة كده. بيتباع حاجتين كده، اللي هو ريد ديتس اللي هو ده بلح الأحمر ده، والهاني ديتس مش عارف ايه الفرق بينهم يعني. بتبص نفس فكرة الحواوشي، بصل كتير كتير كتير، لحمة، بصل. ندوق نحكم ان شاء الله. المكونات وكاتب ورا هو made by China Muslim، مكتوب على يافطة المحل الكبيرة، مكتوب على بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ وهنا ده عجينة اللحمة، وعجينة بتتفرد اهيت. ده في مرحلة تانية، مرحلة السمنة، اللحمة، فكرة الحواوشي على قديمه زي ما كنا الحواوشي القديم اللي اعرفه في مصر يعني، اللي هو كان بيتعمل كده ني وبيستوي مع بعض، مش زي ما بيتعمل دلوقتي انه بيبقى الرغيف مستوي بيحطوا جواه الحواوشي باللحمه ويحمروه. فيها طبعا اللفه ديت ان شاء الله يستوي. عملها بالطريقة دي، ودي بتتفرد تاني زي ما انتم شايفين وراك. مش اعلان او حاجة، بس انا فعلا عديت عليهم الدور كانوا برضه زحمة. ده الاسعار. اللحمة 6.5 رينجت، والفراخ 5.5 زي المنتج النهائي. ده الشكل النهائي، ده الشكل النهائي بقى، ندوق ونحكم اذا كان يستحق الهيصه دي ولا ايه الوضع.